كتير ناس بتسأل أنت إزاي عندك كل الخلفية دي عن المواصلات العامة في القاهرة والطرق في مصر والقاهرة والمحافظات وإلى آخره، فاللي هو أنت وصلت لكده إزاي؟ أنت عدّينا سر المهنة بقى. طيب يا صديقي، قبل ما أقول لك إزاي أنا هاقول لك ليه أصلًا أنا مهتم بهذا الموضوع، خصوصًا إن أنا ما بقاليش إلا سنة ونُص في البلد هنا بس. طيب ناخد الموضوع حبّة حبّة. أنا مبدئيًا من فلسطين وجئت إلى القاهرة في شهر 4 سنة 24، يعني صار لي سنة ونُص في مصر، وهي أول مرّة في حياتي أسافر. ففرق الطرق الشاسع ما بين القاهرة ومصر ومدينة غزة يعتبر ما فيش مقارنة أصلًا، اللي هو يعني من عالم لعالم تاني. هنا كان في انبهار فظيع بالطرق، الطرق ال8 حارات، المترو، القطر، الميكروباصات والأوتوبيسات الكتير، وحركة المرور الواسعة جدًا واللي بتمشي بشكل سريع كتير كبير في مصر. فأول سبب أو أول دافع كان هو الانبهار بالموضوع ذات نفسه، فحبيت الموضوع. ده أول سبب. السبب التاني المصاريف، الأوبر وديدي وكريم وإندرايف والفلوس الكتير اللي بتروح فيها، لأ الكلام ده ما يمشيش معايا. أنا بني آدم عنده الأوبر حرام مبدئيًا يعني، فلازمًا ندوّر حاجة بديلة عشان أنا فلوسي هتخلص بس وأنا إيه شوف لي إندرايف ده بكام، ده ب70 والمشوار كله ما يعملش 8 جنيه لو خدت عربية من أول الشارع. فالسبب التاني فلوس. السبب التالت مكان السكن. أنا بني آدم مقيم في مكان شعبي وموقف السلام قريب منك وميكروباصات على أول الشارع مالية الدنيا كلها والأوتوبيسات، فاللي هو يعني ليه ما بقاش عارف الحاجات دي بتروح فين؟ مش يمكن تسهل عليا؟ والمترو برضو قريب مني، فأنا أي حتة أنا عاوز أروحها. فالبيئة المحيطة كلها عندك بتشوف الناس كلها رايحة بتهجم هجوم على الميكروباص وكله بيدافش، فاللي هو الناس بتروح ليه؟ هي أصلا الميكروباص ده بيروح فين؟ وبعد ما جاوبتك ليه أنا بتعلم المواصلات أصلا، هجاوبك في الفيديو اللي بعده على السؤال الرئيسي وهو إزاي اتعلمت المواصلات. فاستنى بقى الفيديو اللي جاي واعمل فولو وشوف الحساب كده برضو بس كده.